السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة نبدأ النهاردة أول محاضرة في المحاسبة. هنا هنعرفك يعني إيه محاسبة بس مش أكتر، هعرفك إيه هو مرتبات المحاسبين. طب ليه أنت هتدرس محاسبة أصلا؟ ليه هتدرس تجارة من الأساس؟ أنت دخلت كلية تجارة ومتضايق، ممكن مش عاجبك الكلية، فأنت ممكن تكون في حاجة في أكتر من سبب. فهنا why، ليه أنا هدرس كلية تجارة، أو ليه أنا دخلت تجارة أصلا أو مش حاببها؟ ممكن تخلي ممكن الفيديو ده يخليك تحبها. هنا عشان ندرس محاسبة مثلا، أو بالأخص لأن كلية التجارة دايما هنا الجزء المهم في كلية التجارة هو محاسبة وإدارة. لكن أنا هتكلم عن المحاسبة، التخصص اللي هو اللي أغلب الناس بتخشه يعني. المحاسبة بالنسبة للمرتبات بتاعت المحاسبة على مستوى العالم، تعالوا نشوف كده المرتبات بتبقى عاملة ازاي. المرتبات اهيت عندك حوالي 35,000 دولار البوك كيبر، البيرول كليرك اللي هو بتاع المرتبات بياخد 33,500. هنا لو جينا نبص هنا الكوست اكاونتنت اللي هو المحاسب الإداري أو المحاسب التكاليف بياخد 42,000. المحاسب الانترنال اوديتور اللي هو المراجع الداخلي بياخد حوالي 46. 54 اللي هو اللي بيربط المحاسبة والأوديت بالتكنولوجي. 43 اللي هو البابليك اكاونتنت اللي هو المحاسب اللي بيبقى مراجع يعني، ما بيبقاش محاسب في شركة معينة، دوت محاسب قاعد في شركة، ده قاعد في شركة معينة، ده قاعد برضه، كل دول قاعدين في شركة، انما دولت بره بيخرجوا لشركات كتير، بيبدأوا يعملوا عليهم مراجعة. هنا ديت الشهادات اللي بتاخدها، فهنا ديت المرتبات. فانت علشان تاخد مرتبات زي كده او توصل للمرتبات ديت او قريب منها يعني، لازم تبقى معاك شهادة من الشهادات ديت، او لو انت جمعت شهادة او اتنين منهم يبقى حاجة عظيمة جدا. مش صعب انك تاخد الشهادات ديت. انت لو بدأت دلوقتي انت في سنة اولى، ممكن تقدر تاخد الشهادات على سنة رابعة بسهولة جدا. بس لو بدأت ومشيت معانا زي ما احنا هنقول لك. لو انت ذاكرت ووصلت للسي ام اي او السي بي اي، هتقدر توصل للمرتبات دي بسهوله جدا. طبعا هم اشهر، انا ركزت على السي بي اي او السي ام اي او السي بي اي لان هم دول اشهر الشهادات اللي موجوده في الشرق الاوسط. في سي اي اي طبعا مشهوره برضو كمان، اللي هي الانترنال اوديت بتبقى مشهوره جدا. لكن السي ام اي اسهل شويه من الاثنين. لو جينا بقى نتكلم عن الشهادات، لو انت خدت الشهادات ديت هتقدر توصل للمرتبات دي بسهوله جدا. طيب يبقى احنا كده عرفنا، يبقى دي هتبقى محاسب عشان تبقى، طبعا انت كل واحد بيقول لك انا عايز اشتغل دكتور، انا عايز اشتغل كذا، انا عايز اشتغل محامي، انا عايز اشتغل ليه بقى محاسب؟ علشان تاخد المرتب دوت. طبعا ده حافز يعتبر، ممكن حافز تاني ان انت بتحب اصلا الشغلانه ديت، بتحب مهنه المحاسبه. طيب لو انت بقى دلوقتي قلنا ان احنا خلاص احنا اقتنعنا بالمحاسبه وهندرس محاسبه، طيب هندرس المحاسب ده وظيفته ايه، او المحاسب ده بيعمل ايه اصلا في الحياه؟ زي الدكتور بيعمل ايه؟ بس مثلا الطبيب الجراح مثلا بيعمل عملية جراحية مثلا في القلب، ده عملية خطيرة جدا فيها حياة أو موت. نفس الكلام المحاسب، مش هنبدأ مش المحاسب دوت بيبدأ يلعب في الميزانية بتاعت الشركات، في الميزانيات بتاعت الشركات، ويبدأ يلعب في الدفاتر. ممكن تخلي ناس كتير، تخلي شركة تطلع لفوق وتخلي شركة تنزل لتحت بالكتابة اللي انت بتكتبها أو بالمعلومات اللي انت بتقدمها. لو خدت بالك انا قلت في الاخر ان انت بتقدم معلومات، يبقى المحاسب هنا وظيفته ان هو بيقدم معلومات. ممكن المعلومات دي تخلي ناس تنزل الارض، وممكن تخلي ناس تطلع فوق في السماء. بمعنى آخر يعني شركة زي انرون بدأوا يضحكوا على الناس في العالم في سنة 2000 2099 1999. شركة انرون كانت في أمريكا، بدأت تضحك على الناس، بدأ المحاسبين يلعبوا في الدفاتر ويلعبوا في الورق بتاعهم ويلعبوا في الكلام اللي بيكتبوه، في المعلومات اللي بيقدموها يعني، بيضحكوا على الناس لحد ما الشركة أعلنت إفلاسها. في ناس دخلت السجن كتير بعد كده بسبب إن المحاسبين كانوا نصابين أو كانوا بيلعبوا بشغل غلط. وكمان السي بي اي فيرم، الشركه اللي هي السي بي اي بدات خسرت اسمها في السوق جامد. فادي فايده المحاسب، في ناس جالها هارت اتاك وماتوا بسبب المعلومات ديت، لان هم اسهمهم نزلت من حوالي 90 دولار السهم الواحد، نزل لحد حوالي 65 سنت، اقل من 65 سنت. فهنا انت بتلعب في حاجات يعني حاجه very sensitive، حاجه حساسه جدا. ده محاسب، يعني ما تستهونش بكلمه محاسب او ده محاسب يا عم، والكلام ده سيبك من الكلام اللي بيتقال هنا. لا، انت ركز في شغلك وانت هتعرف هتوصل الكلام ده ازاي معانا واحده واحده. هنعرف يعني ايه موازنات، هنعرف يعني ايه ميزانيه، هنعرف يعني ايه انكم ستيتمنت، هنعرف يعني الكلام ده كله. طبعا هندرس بالانجلش طبعا، لان هي الشهادات كلها بالانجلش، مفيش حاجه اسمها بالعربي. لكن اللي بيدرس عربي ممكن ياخدها، دي ما فيش فيها مشكله خالص يعني. اللي بيدرس عربي زي بيدرس انجليزي، لكن اللي هتفرق معاك ان انت تخش الامتحان وتنجح في الشهاده ديت او ما تنجحش. فهي ديت اللي احنا عايزين نقوله.
طيب احنا دلوقتي قلنا هنقول المحاسب ده بيخرج معلومات، المحاسب ده بيبدأ يعمل شوية شغل بيخرج بيهم معلومات. فلو جينا نقول لو جينا نقول هو ايه هو المحاسب ده اصلا. المحاسب ده عبارة بيعمل 3 حاجات، او زي اي نظام في الدنيا، هو نظام، هو عبارة عن نظام، بيبقى فيه بعض الانبوتس، وبيبدأ يعمل على الانبوتس ديت شوية بروسيسنج، وبالبروسيسنج ديت بعدها بتطلع اوتبوت. طب ايه هي الانبوتس؟ مثلا اي ايكونوميك ايفنتس، اي حاجه بتحصل في الشركه انا ده اسمها انبوتس، بيجي لي شويه داتا معلومات. فهنا اللي عندي الانبوتس بتاعت المحاسب هي دي شويه داتا. داتا. طيب البروسيس انا ببدا اعمل لها ايدنتيفاي للداتا ديت. هل ديت مصروف؟ هل دوت ايراد؟ هل دوت اسيتس؟ هل ده اصول معينه عندي في الشركه؟ هل ده التزام عليا بدفعه؟ فهنا ايدنتيفاي. بعد ما بعمل لها identifying ببدأ أعمل لها بعد ما أعمل identify ببدأ أعمل لها record، ببدأ أسجلها عندي في أسجلها ولا لأ، أحدد إنها تتسجل ولا لأ record. وبعد ما بعمل record للحاجة ديت بعمل لها communicate. طبعا هو الخط رديء شوية، معلش. الاوتبوت بقى هنا ببدأ أطلع معلومات زي إيه؟ بطلع معلومات information، بنقولنا زي ما قلنا information. طيب هنا الانفورميشن اللي عندي، طيب انا عايز اطلع معلومات زي ايه؟ عايز اخرج معلومات ايه بالظبط؟ المعلومات اللي انا بخرجها اللي هو ممكن عايز اعرف الانكم بتاعي قد ايه، الدخل بتاعي. عايز اعرف مثلا الكاش عندي قد ايه، الفلوس الكاش عندي قد ايه. فدي كلها معلومات. ممكن اطلع تقرير، بحاجه معينه. فده المحاسب هو بيبدا يعمل شويه انبوت بياخد الانبوت ديت، بيبدا يعمل لها ايدنتيفاي وريكورد، ويبدا يسجلها ويبدا يصنفها هي ايه بالظبط، ويبدا يسجلها ويبدا يعمل لها كوميونيكيت. وبعد ما بيعمل لها ال3 حاجات دولت بيبدا يطلع معلومات اسمها انفورميشن زي ايه؟ زي الانكم، زي الكاش، زي الكلام ده كله. فهو دوت المحاسب، هو دي وظيفه المحاسب اصلا. هي دي المحاسب. يبقى المحاسب كل اللي بيعمله بيطلع معلومات. يبقى وظيفه المحاسب انه مش انه ياخد قرار، ولكن اللي بياخد قرار هو الراجل اللي بياخد المعلومات ديت. مين اللي بياخد المعلومات ديت؟ ممكن يبقى مثلا المدير بتاعك، المانجر، ممكن يبقى العمال اللي في الشركة. فدولت ناس جوه الشركة، المانجر والامبلي دولت ناس جوه الشركة. طب ممكن ناس تانية تاخد معلومات؟ ممكن ناس تانية زي الكريديتور، زي الانفستور. يعني مثلا الكريديتور اللي هو الراجل اللي بيسلفك، واحد مسلفك، مديك دين، مديك فلوس معينة وقال لك شغلها لي معاك. دوت كريديتور، مش شغلها لي يعني اداك فلوس ويقول لك هاخدها منك مثلا بعد فترة معينة، بعد سنة سنتين، بفايدة معينة. الانفستورز اللي هو الراجل واحد بيستثمر معاك في الشركة، عايز يعرف انت ايه ظروفك، هل انت شغال كويس ولا مش شغال كويس، فهو عايز يعرف منك معلومات. فمين اللي بيديلهم المعلومات دي؟ المحاسب. فهنا احنا بنعرف بس فايدة المحاسب ايه. يبقى هنا المحاسب كل اللي بياخده شوية ديتا. مثلا عايز بياخدنا، احنا عملنا برشيزنج معين، اشترينا بضاعة عشان نبيعها تاني. فهنا عرفنا الانفنتوري قد ايه، فبنعمل بروسيسنج، بنسجل الارقام دي، الحاجات دي بنبدا نحددها هنحطها فين بالظبط في الشركه، في الدفاتر، في انهي دفتر بالظبط، ونبدا نحطها في انهي مكان في القائمه. وبعد كده نبدا نعملها كوميونيكيت للكلام دوت. بعد ما بنسجلها بنعملها كوميونيكيت لليوزرز، الانفورميشن دي بنبدا نعملها كوميونيكيت الانفورميشن لناس انترنال جوه الشركه، زي المانجر، زي العمال. وناس تانية بره الشركة خالص، كريديتور وانفستورز، دول مش شغالين معانا في الشركة، لكن هم ناس من بره ممكن تمول الشركة بفلوس، تعملها فاينانس. فهو دولت هي دي كل المحاسب، هو ده اللي بيعمل المحاسبة. فاحنا هنبدأ ندرس عملية البروسيسنج بتاعت الريكوردنج ازاي، وازاي نحدد هل ده يتسجل ولا ما يتسجلش، نعمل ريكورد ولا لا، هنعمل كوميونيكيت ازاي. هو ده اللي احنا هندرسه بالظبط بالتفصيل في الكورس بتاعنا دوت هيبقى الكورس الاولاني. الكتاب اللي احنا هنشتغل منه هو الكتاب اسمه accounting. ادي الكتاب اللي احنا هنشتغل منه، كتاب اسمه accounting اهوت للكتاب وارن وريف ودوتشاك. الكتاب اسمه accounting و 23rd edition، يعني كتاب عالي جدا ونازل منه اكتر من طبعة، فنازل منه 23 edition. فاللي محتاج الكتاب ممكن يبعت لي ايميل على اللينك اللي انا حاطه تحت، ممكن على الايميل بتاعي يبعت لي على الايميل، ممكن ابعت له الكتاب عادي جدا. نبدأ نشتغل من الكتاب ده. ديت محاضرة بس، بنفتح مواضيع مش أكتر. أنا بس لسه هنبدأ الشرح المرة الجاية إن شاء الله. هنتكلم عن الأكاونتنج، وهنفهم يعني إيه محاسبة بالتفصيل،
وهنفهم ليه تبقى محاسب، وازاي بالتدريج هتعرف فايدة المحاسبة ايه، وهتعرف الكلام ده كله. بكده نكون خلصنا أول محاضرة. أشوفكم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية اللي بعد كده.